عارفين المباراه دي جابت كام ايراد رسمي او بلاش؟ عارفين الزمالك خد كام ايراد؟ خد 42,000 جنيه ايراد لهذا اللقاء. 42,000 جنيه فقط لا غير. المباراه دي بتبقى 3 تلات، تلت الزمالك، تلت انبي، تلت اتحاد الكوره. 42,000 جنيه في ملعب كان مليان بالشكل ده، كل الجماهير اللي موجوده كلها جماهير الزمالك، ومباراه كانت ممكن تحل جزء كبير من مشاكل نادي الزمالك، ياخدوا فيها 42,000 جنيه. الخبر اللي عندي ده بقى اللي انا مش متاكد منه 1000%، انه قالوا حوالي 4000 تذكره اتوزعوا على سبيل الدعاوي او يزيد. الخبر اللي عندي اللي بيقولوا ادوا 2000 تذكره لبعض من الجماهير، وادوا 2000 تذكره لبعض من المحاسيب. احد اعضاء مجلس اداره خد 2000 تذكره، وواحد مهم في النادي خد 400 تذكره، وادوا 2000 تذكره لجماهير كده جدعنه. وجماهير الزمالك مش عايزه تذاكر جدعنه، لان هي بتحب تصرف وتجيب، تحب تشتري التذكره. فصدق او لا تصدق ان مباراه انبي والزمالك اللي هتشوفوا صوره جماهيرها على الشاشه دلوقتي ايرادها 42,000 جنيه. بص حضراتكم الملعب، شكرا يا وليد. دول جابوا النادي الزمالك 42,000 جنيه. انا بقول لكم متقسمه 3 تلات، تلت للزمالك وتلت للاتحاد وتلت الانبي. دول هنقول 65,000 متفرج الساعه الرسميه لاتحاد الكوره. 65,000 متفرج الساعه الرسميه او 64,000. ده مفيش خرم ابره، ده اللي بره الاستاد كانوا زي اللي جوه الاستاد. والماتش ده جاب كده، واظن قبلها ماتش كان الحدود اظن جاب 30,000 جنيه او حاجه زي كده، وكان الملعب برضو على اخره، والجماهير وفرحتها وعملت احتفاليه، وخسرت البطوله ومفيش غير يوميها 30-40 واحد اللي خرجوا على النص واستمتعوا في الملعب وخرجوا في منتهى الاحترام والادب باستثناء بعض الاطفال الصغار. وبصوا دول جابوا 42,000 جنيه لنادي الزمالك، ومحدش على فكره بيتكلم، محدش بيتكلم، محدش بيفتح بقه، محدش بيقول حاجه. فهل ده مقبول؟ انا مش عارف. جايز. بصوا حضراتكم الشكل عامل ازاي، مفيش خرم ابره. ويوميها قالوا التذاكر نفذت بالاخر. انا على فكره بهاتي ومحدش بيرد عليا. بصوا الاطفال والشيوخ والكبار والبنات والناس كلها كانت موجوده في المدرجات. مفيش ما يمنع من شيخ مسن يروح يستمتع، وحد جاي من سوهاج وحد جاي من اسيوط وحد جاي من طنطا وحد جاي من البحيره. مفيش ما يمنع انه الاولاد اهو زي ما بقول لحضراتكم، هاني رمزي وابنه، الناس كلها موجوده، كبار المسؤولين، كل الدنيا كانت موجوده في المدرجات. برادلي كان مبهور يوميها بالشكل والمنظر. في النهايه جاب 40,000 جنيه، 42,000 جنيه الايراد اللي دخل خزينه الزمالك من هذا اللقاء. ارجوكم لو كلامي غلط، السيد اللواء علاء مقلد مدير عام نادي الزمالك يطلع يقول لي يا كابتن احمد انت مخطئ. اقول له انا اسف يا فندم، حضرتك قول لي الرقم الصحيح، عشان النهارده عندي مفاجاه مدويه في الزمالك كنت وعدتكم بيها. شفتوا 300 مليون دولار مكاسب الفيفا من تسويق 2018 2022، والزمالك بيجي له 40,000 جنيه. يعني كام دولار؟ 10,000؟ لا، 7,000 دولار. 7,000 دولار بالظبط، 7,000 دولار حق تذكره واحده في كاس العالم. دونجا طلب 2.5 مليون يورو شهريا عشان يدرب اتحاد جده، قالوا له امشي. نادي المريخ السوداني سنويا ماشي.